هو انت مش زي اخواتك؟ اقول لها يا ماما ما ينفعش عشان خاطر حماتي وجوزي. تقول لي يعني هي حماتك اتكتبت عليكي؟ يعني انت مش زيك زي اخواتك ان انت تيجي تفطري؟ قالت لها طب يا ماما خلاص مفيش مشكله ان شاء الله هبقى اجيلك. ازيكم؟ انا متجوزه، جوزي وحيد مامته وباباه، حماية متوفي، انا وهو بنفطر مع حماتي على طول. امي كل شويه تتصل بيا وتقول لي انت ما بتجيش ليه تفطري مع اخواتك؟ اخواتك كل يوم بيجي يفطروا عندي وانت ما بترضيش تيجي. انا ما بروحش الصراحه عشان خاطر حماتي صعبان عليا ان انا اسيبها لوحدها، وفي نفس الوقت مش عايز اسيب جوزي يفطر لوحده. اخواتي بيروحوا يفطروا عند ماما على طول عشان هم ساكنين قدامها، فمن يوم للتاني بتعزمهم يجي يفطروا عندهم. فهي بتقولي على طول بقى هو انت مش زي اخواتك؟ اقول لها يا ماما ما ينفعش عشان خاطر حماتي وجوزي. تقول لي يعني هي حماتك اتكتبت عليكي؟ يعني انت مش زيك زي اخواتك ان انت تيجي تفطري؟ قالت لها طب يا ماما خلاص مفيش مشكله ان شاء الله هبقى اجي. كلمت جوزي، راح جوزي قال لي خلاص مفيش مشكله روحي انت جهزي لنا الاكل وانا هفطر انا وماما. رحت قالت له لا ما تيجي معانا. قال لها لا خلاص انا هفطر مع ماما انا وهي وانتي روحي افطري وقضي اليوم بتاعك عادي. لقيت ماما من يومين بتكلمني بتقول لي بقول لك ايه احنا يومين كده وهعزم اخواتك على سمك وهنشويه وتيجي تفطري معاه. قالت لها لا يا ماما مش هينفع اصلك حماتي تعبانه. الصراحه انا بقعد اتلكك واقول لها الكلام دوت بحيث ان انا صعبان عليا ان انا اسيب حماتي في السن ده هي اللي تعمل الفطار، وكده كده اصلا جوزي هو فلازم انا اقعد افطر معاه. فانا شايفه الصراحه ان ماما زعلانه مني وان انا مقصره معاها في حاجه زي دي، ولكن انا بتصعب عليا حماتي ان هي اللي تتعب وتعمل الكلام ده. فانا مش عارفه الصراحه المفروض ان ماما تزعل مني عشان انا بعمل حاجه زي دي ولا ايه. انا بعت لحضرتك عشان خاطر حضرتك تقولي والناس اللي عندك تفيدني في الموضوع ده. خليني في البداية أفكر حضرتك لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو، أما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنا بحترم الشخصيات اللي زي حضرتك جدا، إن هي بتراعي ربنا وحضرتك بنت أصول إن أنت بتفكري في حماتك، ولكن من باب الذوق طبعا إن أنت لازم تروحي عند مامتك وتفطري مع أخواتك. في جزئية بقى معرفش هل مامتك هي عايزاك تيجي تفطري مع اخواتك لوحدك ومش عايزة تعزم جوزك، ولا هي عايزاكوا تبقى ملمومين حواليها وما بتفكرش في جزئية ان جوزك يجي او ما يجيش. خلينا نقول مثلا ممكن تعرضي عليها يا ماما طب ما تعزمي جوزي بحيث ان انا اجي انا وهو ونجيب معانا حماتي، او ممكن مثلا ان انت تروحي تفطري عندهم يوم ومفيش مشكلة وطالما جوزك سمح لك بحاجة زي دي خلاص روحي وافطري مع اخواتك عادي، جهزي لهم الفطار وروحي افطري يوم ما فيش اي مشكله خالص. انا عارف ان انت متضايقه ان انت هتسيبي حماتك وجوزك لان كده كده هو بيفطر معاها، فلا ما فيش مشكله خالص ان انت برضو تودي امك عشان ما تزعلش وده شهر مفترج. وروحي افطري عندها عادي، واكيد طبعا الناس هتقولك رايها في موضوع زي ده.